بسم الله على بركة الله. اليوم غادي نحضنوا 3 دجاجات. بقاو معايا باش تشوفوا طريقة الترقيد الطبيعية، طريقة ناجحة 100% إن شاء الله. بسم الله. غادي نوضعوا البيض في الأعشاش. لكل دجاجة غادي نوضع عليها 14 بيضة. هنا درت 14 بيضة. نحاول نختار البيض بعناية، ما يكونش البيض كبير بزاف ولا صغير بزاف، وما يكونش قديم. البيض ما يفوتش على الأقل 5 إلى 10 أيام. إذن ضروري ومؤكد يكون البيض جديد. غادي نوضع البيض في الأعشاش الأخرى، وغادي نحاول نجيب الدجاجات في هاد العوش. درت غير 12 بيضة حيت كيبان ليا البيض كبير شويه والدجاجه صغيره، وباش تغطي البيض كامل قررت ندير ليها 12 فقط. وما ننساش واحد النقطه مهمه بزاف، البيض ضروري خاصو يكون ملقح. اذا مصدر البيض يكون في مكان موثوق، ضروري يكون الديوك مع قطيع الدجاجات باش نتحصلوا على بيض ملقح وتفقيس ناجح. وهذا هو العش الثالث، درت فيه ايضا 14 بيضة. دابا عندنا 3 اعشاش، وغادي نحاول انني نجيب الدجاجات الان. وهنا فين كيتواجدوا الدجاجات ديالي، هنا الدجاجه الاولى والثانيه. هذه كنفضلها حيت هي ديما كتدي ليا كتاكيت، يعني كتفقس ديما. وحتى هذه فايت ليها فقسات. كاينه هنا الدجاجه الثالثه، غادي نحاول ننقلهم لمكان التحضير. بقاو معايا الى الاخير وغنشوفوا واش الدجاجات غادي ينعسوا على البيض او لا. اولا غادي ناخذ هذه، من بعد نرجع لهاد الجوجات. بسم الله. بسم الله على بركة الله. كنتمنى انها تخدنا على البيض. هنا غادي نبعد شويه ونرقبها ان شاء الله باذن الله غادي تصدق. الدجاجه الاولى صدقت باذن الله. هنا غادي ناخذ الدجاجه الثانيه. هنا خديت الدجاجه الثانيه ولقيت الدجاجه الاولى نايضه ان شاء الله. غادي نعسي ان شاء الله. حتى هذيك الدجاجه ان شاء الله غادي ترجع. غادي نمشي ناخذ الدجاجه الثالثه. وهنا الدجاجه الثالثه، هنا جبت الدجاجه الثالثه. وهاد الثالثه محال واش غادي تنعس، الدجاجه خوافه بزاف، كنتمنى انها تصدق. دابا غادي نمشي نجيب الدجاجه الاولى اللي هربت. كنتمنى كل وحده تشد بلاصتها. دابا غادي نجيب واحد
قطعة خشب باش نغطي هاد البلاصة، لأنهم ما غاديش يرقدوا في مكان بحال هذا. ضروري مكان يكون مغطي. دابا غطيت هاد البلاصة، ولكن الدجاجات حسوا بالخوف وهربوا. ان شاء الله غادي نمشي واحد شويه وغادي نرجع، غادي نلقاهم نعسوا بغاو غير الهدوء. انا تسنيت غير بعض الدقائق والدجاجات مازالين على حالهم. ان شاء الله غادي يمشيو بلاصتهم، كل وحده تشد بلاصتها. انا شكيت ان الدجاجه فيها الجوع، ونعطيها شويه ديال الشعير. بنشوفو باش شافوني قرروا يمشيو عند البيض، لانهم خايفين على البيض ديالهم. ودابا المشكل عجبهم هاد العش، انا مغطي مزيان. دابا خاصني نغطي هاد البلاصه اكثر فاكثر. غادي نحاول نغطي هاد المكان حتى هو. دابا زدت هاد الباب. اذا شاركت معكم طريقه تحضير الدجاجات بدون مونتاج، وما قطعتش فيديو لا والو، باش نضمن لكم نجاح التجربه. صافي دابا الدجاجات كلها طلعت، وهذه متأكدة غادي تطلع حيت هي موالفة ديما كتفحص. اذا نقدر نقولوا ان العمليه نجحت 100%. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو المقبل.